السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنى يا عمي بتاع العربية الفول، انت فولك جميل جدا وحلو قوي، كمية حلوة، وكل سنة وانتم طيبين وفي صحة وبسلامة يا رب العالمين. رمضان مبارك عليكم. كمية فول تحفة، كمية حلوة، كمان طبقين من عربية الفول خش الدماغ. طبق فول ببيض وبالزيت الحار، وطبق فول بالزيت الحار وبالشطة، تحفة. يلا بينا تعالي، عايزين تعرفوا الكمية دي تعمل بقد ايه وحلو جدا ولونه حلو ازاي. تعالي يلا بينا. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. صباح الفل والهنا والتفاؤل والياسمين. طلبوا مني كتير جدا حبايبي ان انا اعمل لهم الفول مدمس زي اللي بعمله بالظبط في قلب البيت بتاعي، نفس الطريقة. انا طبعا مش هخبي عليكم، لما شافوا لون الفول بتاعي وطعم الفول بتاعي، شايفين اللون بتاع الفول ده اخر كيس طبعا، وكاتبه على الشنطه من بره اهو، تمام كده اهو، شايفين اهي اهي. ليه؟ عشان ما تفوقش معايا في قلب الفريزر بتاعي. طيب نفس الفول اللي انا بعمله بالظبط ده بطريقه الفول اللي بره بالظبط النهارده كده، عشان في الفيديو بتاعنا ما يطولش معاكم. معايا ميه بتدفى على البوتاجاز، بتدفى على البوتاجاز ده في الشتاء بس، تمام كده، في الشتاء بس. ليه؟ عشان الميه اساسا بتبقى ساقعه. معايا نص كيلو فول. النوع الفول ده يا جماعه ماشي، ناس كتيره جدا جربته وشكرت لي فيه، جبته بصراحه. نص كيلو فول هتجيبيه سايب، هتجيبيه متعبق زي كده، مفيش مشكله خالص، تمام كده. بسم الله. ما غسلتوش ليه؟ هو كده كده عامه هيتغسل، ده هيتغسل كل ساعه، لازم يتغير الميه. معايا فول مدشوش، الفول دوت يا جماعه بتاع الطعميه بتاعه، نفس المج ده، تمام. معلش الاضاءه اتطفت، ظبطتها اهو، مج يا جماعه اهو، تمام كده. مج مليان، مج محترم كده يعني، ماشي اهو. اروح مغطياه، كل ساعه لازم تتغير الميه، كل ساعه لازم تتغير الميه، تمام. طيب الا الاضافات تاني اللي هتتحط، مفيش اضافات دلوقتي كده هتتحط خالص، كل ساعه تتغير الميه، ماشي. عشان في اضافات كده احنا هنجهزها، وبعد كده لما نيجي تتحط على البوتاجاز هقول لكم اضافات ايه تاني في نفس المج ده وهتتحط. مج عدس وهنركن، وهيتغطى المج ده عشان برضو ما ينفعش اكل مكشوف. استنوني ان شاء الله وهقول لكم كام ساعه بالظبط اتغيرت الميه بتاعه الفول بتاعي، تمام كده. متروحيش بعيد، غمضي عينيكوا وفتحيها هتلاقيني جوه الفيديو، تكمله الفيديو ان شاء الله. يبقى قلبي دلوقتي كده عايزه بس اوريكم حاجه، اوريكم منظر الفول بتاعي عامل ازاي. بصوا ابيض وزي الفل معايا ازاي اهو. الحبايه طبعا كانت مختلفه خالص، والميه معايا اهي ما فيهاش ولا ريم ولا فيها ريحه ولا فيها اي حاجه خالص، ماشي. دلوقتي كده هنا كده انا كنت طبعا مغطيه العدس بتاعي، معايا كوبايه عدس، نفس الكوبايه هعملها رز، معايا كوبايه رز، هي الكوبايه اللي احنا نعمل بيها، تمام كده. طيب دلوقتي كده نقحت انت يا مسيف قد ايه الفول؟ طبعا من كل ساعه يبقوا 4 مرات بس، تمام كده. 4 مرات نقحتهم ما شاء الله، ولا في ريحه ولا في اي حاجه خالص للفول بتاعي ولا في ريم، تمام كده. كل مره كنت بدفي الميه تدفيه بسيطه خالص، بس لو في الصيف هيبقى ميه عاديه. بس جيت في اخر مره، تمام، عملتها بميه ساقعه عاديه خالص من الحنفيه، ما لقيتهوش اللي هو مستغني خالص اللي هو
استغنيت عن الميه الدافيه. اهو شايفين الفوليه معايا عامله ازاي اهو يا جماعه، بصوا ابيض زي الورد اهو. شايفين الفوليه حتى كبرت معايا ازاي ما شاء الله. اللي كان متابعني بس في اول الفيديو وشوف منظر الفول بتاعي عامل ازاي في الاول. تمام كده هغسله. تعالوا معايا عشان لسه هنحط حاجات تانية على البوتاجاز. حبايب قلبي خلاص انا حطيت هنا طبعا شايفين الحله قد ايه اللي انا حاطه فيها. ماشي، حطيت الرز وحطيت العدس تمام كده. ولازم الميه تبقى معايا سخنه جدا. هنا كده معايا اهي الجزر مبشوره، جزرايه حلوه كده. الجزر طبعا انا ده بشراه مجهزاه في الفريزر تمام كده اهو. هقلب بس الحاجه كده وهرجع بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصوا معايا هنا الكوبايه، نفس الكوبايه خل اهي، نفس الكوبايه يا جماعه خل تمام. هولع العين الصغيره وهقول لكم هنعمل ايه تاني فيه. خلاص كده احنا كده مش هنضيف له اي حاجه، بس هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. والحاجه اللي احنا هنحطها دي مش هتخلي معانا في ريم تمام كده. الناس يا جماعه اللي قالوا لي بيتعمل في الحله ازاي، اتفرجوا بقى على الفيديو كله. بصوا يا جماعه انا هنا خلاص هطفي هنا وهشغل هنا زي الشمعة خالص تمام كده العين الصغيره. وهاجي هنا كده اهو، وهجيب شنطه بيضه بتاعه العيش من بتاعه العيش، ونسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طيب الشنطه دي بتعمل ايه يا مسيد؟ بتعمل عمليه تسريع الفول وما بتخلوهوش يسمر وما بتخلوهوش يبقى عليه ريم زي ما ناس كتير قوي ما اشتكت لي في النقطه دي تمام كده اهو. ما بتسحش لا من فضل الله. الحمد لله الطريقه دي جميله جدا وحلوه قوي. معايا الغطا اهو، نطلع بس الهوا بس منها كده اهو كده بس كده. الزيادات بقى اللي بتفيد دي ونروح سدينها كده اهو. فاهميني؟ خليكم بس معايا واحده واحده كده اهو بالطريقه دي. طريقه جميله وحلوه. ولا بقى هنقول بقى ايه عايزين بقى ايه حاجه بقى مخصوصه للفول ولا الكلام ده كله؟ لا لا لا. طيب الكلام ده انا بعمله امتى؟ بعمله من بالليل. بتشغلي البوتاجاز، في ناس يا جماعه بتبقى سهرانه، انتي شغلي البوتاجاز عندك عادي من الساعه مثلا 11 او 12 وكده كده بتبقي طول ما انتي سهرانه عامه بتفضلي كل شويه تشقري على البوتاجاز تمام كده. بعد كده لو انتي طبعا بتنامي وكده طول الليل برضو بنقلق الليل طويل. غمضوا عينيكم فتحوها وهتلاقينه برضو بنشوف الفولة بتاعتنا عاملة ازاي. قلبي خلاص كده معايا الفول خلص. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتخلي بالك عشان خاطر شايفين مفيش الفول ما شاء الله لونه الطبيعي خالص. خليكم معايا هنا كده ونشوف الفول بتاعنا عامل ازاي. بسم الله. شايفين منظر الفول؟ خليكم كده تعالوا اهو. شايفين الحبات الفول ما شاء الله مفتوحه ازاي معايا وحلوه قوي. بص لونه جميل جدا وحلو جدا. خليكم معايا كده. معايا انا هنا كده المعلقه الصغيره دي كركم. المعلقه الصغيره دي يا جماعه كركم. نقلبه كويس جدا ونضيفه. ما تستعجليش عليه، اوعي تستعجلي عليه وتقولي خلاص كده كفايه قوي. لا، لازم تسيبيه براحته زيه زي اللحمه زي الاكل عامه. طول ما احنا بنوطي على الاكل بيدينا نتيجه احلى.
تمام كده. اعملي مشروع في بيتك، رمضان داخل عليكي في منتهى الجمال. تمام كده، متفتحيش عليه لحد ما تعدي 5 ساعات. تمام. بصوا شايفين اللون ما شاء الله غير معايا ازاي على طول اهو. لونه كان حلو جدا، بس انا بديك الفكره اللي هم بتوع المحلات والاولاد مش عايزين ياكلوه الا من محل او بتاع العربيه. تمام كده اهو. تمام. طيب هسيبه هنا بقى كده على البوتاجاز، نار واطيه وحلوه جدا. وهوريكي حبايه الفول دلوقتي. حبايب قلبي بصوا شايفين حبايه الفول بتاعتي عملت ازاي اهو. بصوا شايفين حبايه الفول بتاعتي عملت ازاي، نتيجتها جميله اهي. شايفين؟ طب ثواني اهو. شايفين؟ بصوا الفول بتاعي ابيض ازاي من جوه اهو. ثواني هشيل بس صباعي اهو. بصوا الفول بتاعي اهو ابيض مش اسمر. ما شاء الله نتيجته حلوه، جميل جدا، حلوه قوي قوي. شايفين؟ عايزين تسيبوه كده سيبوه. بس عايزه اقول لكم على حاجه، كتير جدا من الناس ما بتحبش تاكل الفول في شهر رمضان. عارفين ايه السبب؟ هقول لكم السبب دلوقتي واحنا بنحط المكون التاني. حبايب قلبي اللون ده لون طعام، لون غذائي. تمام. الازازه ديت معايا بقالها كتير جدا، بتتحفظ بيها في قلب التلاجة. هنحط نقطه واحده بس. انا بديك الفكره اللي زي بتاعت بره. تمام. هو تقيل على فكره، بس شايفين اهو ماشي. هيديني اللون ده. شايفين اللون عامل ازاي؟ ما شاء الله عليه. اهو هنقلب برضك شويه في الفول عشان برضك نحط نقطه واحده. عايزه اقول لكم الازازه دي بتعمل كتير جدا يعني، وبتحافظ عليها. لازم تبقى في التلاجة. شايفين منظر الفول بتاعي اهو، زيه زي اللي بره. انا بديك الفكره زي بتاعت اللي بره عشان اولادك ياكلوه. اللي فيه جدا ناس كتير بتشتكي من عيالها ما بيرضوش ياكلوه. حد جدا يعني برضك قريب مني برضك. تمام. عدش مش باين ولا الرز باين ولا الكلام ده كله. شايفين؟ شايفين اللون بقى ايه؟ جميل جدا. ثواني هنحط مكون تاني. هنا يا حبايبي حطيت 3 معالق ممسوحين من النشا. 3 معالق ممسوحين من النشا فقط لا غير. 3 معالق كبار من دول والله العظيم، بس فقط لا غير. كله على ميه بارده، سواء الكركم سواء اللون سواء النشا، كله على ميه بارده. ما تحطيش ميه سخنه عشان اللون بتاعك يثبت والنشا بتاعك برضك ما تكلكعش. تمام كده. والكركم ما يكلكعش معاكي اهو كده اهو. شايفين اهو حبايبي؟ بسم الله. بس اهو كده. طبعا ما شاء الله الحاجه جميله جدا والحاجه حلوه قوي في البيت زي ما انتم ما شايفين اهو. عندي بس الكشاف مش عارفه ليه معلق. الكشاف بيبقى بيخلي الحاجه واضحه كمان اكتر اهو. شايفين المنظر؟ جميل جدا مش اسمر. هسيبه بس من 10 دقايق عشان خاطر يلف معايا بس كده فقط لا غير. حبايب قلبي انا هنا كده عليت عليه. تمام. وايديا ما تسيبهوش لحد بس ما يلف معايا وخلاص. ماشي. طيب في نقطة هنا، في ناس كتير جدا ما بتحبش تاكل الفول في رمضان بالذات، بتقول بتتعبنا. بيتعبنا. عارفين ليه؟ عشان انتوا بتاكلوه سليم زي كده، بتاكلوه كده. لازم يتطحن عشان خاطر يتاكل. مش شرط مفرمة، مش شرط اي حاجة خالص يعني. اهم شيء الحاجة اللي في بيتنا بس. وعند بريندر ولا الكلام ده كله، احنا بنتكلم في الحاجة اللي احنا بنستعملها. ايه هو الخلاط. انا دلوقتي كده هاخده. تمام. واطحنه في الخلاط وبعد كده هنشوفه مع بعض.
اوريكم القوام بتاعه تقيل جدا اهو، شايفينه؟ ثواني اهو تقيل، بصوا شايفينه تقيل خالص ازاي اهو. ماشي، ده انا كمان زودته، كنت بزوده ميه ساقعه من الحنفيه عاديه. تمام، هخلص بقى الكميه واوريلكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا بحط الكيس في قلب المج كده، واروح حاطه في بقلب الشفشه زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، عشان دي فكره برضو كويسه جدا، عشان بس الكيس عندكم ما يبص، ما يبص كله وما فيش حاجه تقع على الرخامه، خساره اهو. بصوا شايفينه؟ بصوا منظر الكيس، بصوا لون الفول بتاعي عامل ازاي، تحفه وحلو قوي. حبايب قلبي خلصت، وكمان عملنا طبق فول ببيض وعملنا فول بزيت الحار وبالشطه وبالكمون. وكمان شايفين منظر الفول بتاعي في قلب الاكياس، اكني في قلبيه طحينه وفي قلبيه الحاجات بتاعته بقى اللي بتبقى في قلب الفول. عايزه اقول لكم شيء شكل جميل جدا، انا مبسوطه طبعا بيه وحلو قوي قوي قوي. حطي له لايك بقى وفعلي لي الجرس واشتركي في قناه مطبخ ام سيف المصري عشان يوصل لك كل جديد ويوصل لحبايبك كل جديد. تنسليش تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.